Hello guys, this is my day 2 in my vlog. اشتريت هذا الكاب قبل شوي يا دحين رايح متوجه اغير جو. طبعا امس رحت اكواريوم، عارفين دفعت، رحت جولة واحدة وخرجت طفشت. لا تسألوني انا ما ادري ليش اطفش كذا من كل شيء. ايش رايكم بالتساريح الانمي هذه اللي معدلها؟ اوه ماي جاد، توني تكلمت عن اكواريوم، شوفوا قدامي، شوفوا يضحك. طبعا انا دحين جالس اصور فلوج لكم. الاجواء تجنن، ان شاء الله جوالي ما يطيح. شوفوا الاجواء، شفت ناس جالسين كانوا يبيعوا ورود كذا، شباب مو واضح انه يبيعوا دائما، يعني مو نفس الناس اللي يبيعوا دائما تشوفوهم كذا احسهم شباب كذا بالجامعه كذا، قرروا انه يقولوا ايش رايكم اليوم فالنتاين فيلا نبيع ورد. تمام، جالسين يبيعوا ورد وكذا. والله شافوني ورد قلت لا شكرا، ممكن والله كنت بشتري ورد بس مو وقت مناسب صراحه، بحتفل بعدين. احط كذا ورده لنفسي، احتفل مع نفسي واذكر نفسي قد ايش انا شخصيه وصلت الامور مره كثير وعديت امور مره كثير. ان شاء الله صوت الازعاج ما يكون مره مزعج، بس اتمنى انكم تحتفلون في نفسكم زي ما انا احتفلت في نفسي. الحين شوفوا هذا كان ب45 اول ما نزل، الحين صار 17. قبل فترة شفته في محل صاير حرفيا 7 ريال. انا الحين جالس ادور في منوي عشان بروح السينما. كيف شكلي حلو صدقون، بس احط مرطب وكريمي، بحط ولا شيء تاني. شوفوا ما شاء الله كيف صار. هذا هو سر الاهتمام في النفس. اشوف اللوك ما وريتكم، بس ما في مكان اسند في دقيقة. شوفوا كامل. المهم ويبي بس سويت لك الفراش. الحين انا رحت باخذ مويه، ترى انا طولت. اشوفكم على خير، بروح اشوف كمان السينما. في احد اول مره اروح معاه السينما قبل 2 أو 3 سوالي تراماتايز من السينما، خلاني تراماتايز. دحين بكسر هذا الخوف. تخيلوا رايحين مطعم، تمام كذا قاعدين نمشي هنا. ايش هذا مكان مهجر عشان نوصل للمواقف. نمشينا من هناك، ايش نقص منك؟ طبعا اول ما وصلت المطعم الشيء اللي جدا جذبني هو الديكور اللي موجود. يعني الديكور كان جدا جميل. وهنا فسخت الجاكيت لانه حسيت شوي حر، لانه كنت جالس حرفيا قاعد اتسلق جبل عشان اوصل للمطعم، لكن صراحة it's worth it. هنا جالسين نستنى الأكل. طلبت انتركوت، والانتركوت شامل سلطة وحلا، ونسيت أطلب في الانتركوت الثاني شامل سلطة وحلا بعد. هذا اللوك حقي، قاعد أوريكم الشنطة. وهنا جالس استنى طلبي زي ما قلت لكم. أول شيء حسيت يعني إنه خلاص المكان فاضي ومريح، وأنا أحب الأماكن فاضية والمريحة. هنا قدم لنا الجارسون نو بليز نو فرنسي، لا مو الجارسون، هنا قدم لنا اللي اسمه النادل، قدم لي السلطة. تمام، السلطة كانت بالخس. السلطة يعني بداية انطباعي عنها كذا غريب، فيها after taste، وأنا مرة بكي في موضوع السلطة. لكن الانتركوت هنا كان طعمه مرة يجنن. طلبت نص استوى، الصوص ولا غلطة. أنا جربت الخبز مع الزبدة كان مرة طعمه يجنن، لايك حرفيا عشقته. هنا قاعد أحكي لكم عن انطباعي. أصلا السبب اللي أنا رحت في هذا المطعم إنه كنت استعزمت فيه صاحبي، هو أريد يجربه بفرنسا لما كان بفرنسا. اسمه انتركوت رولي دي باريس.
طبعا الانتركت مرة يجنن، فهو جربه بفرنسا هناك وكان مرة تجربة لا تنسى له. فقلت له ايش رايك انا اعزمك واجربه معك ونشوف هل هو نفس الطعم حيكون اللي بفرنسا او لا، بما اني انا ما جربته، انا ما كنت معاه وقتها. فالمكان كان جدا يجنن، وكان طعمه مرة جميل. الانتركت كان روعة، من افضل الاطباق اللي اكلتها. أكثر شيء ثاني عجبني اللي هو البطاطس الحلا. الحين هو اسمه يا ربي كريم بارلي، كذا زي البودنج I think، تكسروه بعدين تجون تاكلونه. بصراحة الحلا ممكن تشوفوا ردة فعلي وحتعرفوا ايش اقصد. الحلا الحشوة الداخلية اوكي حلوة، لكن الشجر المحروق اللي فوقه كان مو افضل شيء. يا جماعة كاميرتي بتطفى حرفيا، باقي 5. بس أنا باقي بروح على السينما، بس وقف هنا عند المكتبة لأنه بكمل كتابي، في كتاب لسه ما كملته. ويقولون هنا المكتبة أماكن وقوع الحب، بس أنا هنا بوقع حب نفسي إني أطور نفسي. كذا وقعت في الحب. حركة الأنمي دي مرة حلوة، بسويها بعدين. وين الكتاب؟ أحب إبراهيم الفقي، أموت فيه حرفيا وفي كتبه. يا سلام، يلا لا يطفى جوالي. يا جماعة شوفوا هذا الكتاب، شفته هنا يقول 365 days with my pussycat، يعني قطتي المتسلطة. يا جماعة حرفيا وفي وسط قراءتي للكتب خرجت عشان بروح ألحق على السينما، إلا ألاقي الدنيا قاعدة تمطر. تخيل الدنيا جالسة تمطر، فجلست أجري كذا، غطيت شعري بالجاكيت، جلست أجري كذا أجري، كنت بتزحلق أكثر من مرة. خلينا نروح السينما. طبعا هذه رحنا السينما، نحن الوحيدين موجودين. ما طلبت السينما العادية، أخذنا I think الفي أو إيش اسمها، ما أدري إيش اسمها. المهم يا نايس بليس OMG. طلبت في الشعر، قلت لو رجعت حنزل أجيب عادي ما اهتم، بس اليوم أكلت انتركت كثير خلاص I can't. طبعا دحين نحن في السينما، أكيد تشوفوني كذا كويس. قاعدين نستنى عرض الفيلم، كراسي مريحة، الجو العام فرقت. وخلص الفيلم ما أقدر أفتح كشاف، بس الحين بنمشي.